بهذا الفيديو نتحدث كيف تتأكد من أرباحك، هل هو نقص أم انخفض أرباحك إذا تشك بأنه ما عندك أي مخالفات في اليوتيوب، مثلا نقرات شرعية أو تعمل لك كم تليفون في البيت، تعمل لك مشاهدات لنفسك وتشوف إعلاناتك أو تدخل على فيديوهاتك. يعني إذا ما عندك هيك مخالفات، شوف تتأكد من أرباحك هل هو نقص أم لا. أول شيء كيف تتأكد من أرباحك هو ناقص أم لا؟ تدخل على بحث الجوجل. ندخل على بحث الجوجل، نكتب، ندخل على جوجل أدسنس. ندخل على جوجل أدسنس، هذا هو الجوجل أدسنس. أول ما تدخل عليه يفتح لك هذه العلامة، هذه العلامة جوجل أدسنس. نزل تحت شوية مكتوب جوجل أدسنس، نضغط عليه ضغطة واحدة فقط يفتح لنا الحساب. هون ندخل على الجوجل ادسنس. اذا انت يعني لازم عندك، اذا قناتك مفعل 100% لازم انه عندك جوجل ادسنس. اذا ما عندك جوجل ادسنس، لانه قناتك كيف يتفعل يعني من طريق ادسنس، هذا لازم يكون موجود. يعني تكتب ايميلك ورقم السري تبعك مثلا هون. اذا انا مثبت الايميل هذا، نضغط عليه تسجيل دخول، يفتح لنا الصفحة. هون يطلع لك اسم قناتك. انا قبل كان عندي بهذا الاسم جوجل ادسنس، حذفته وعملته بهذا آه الايميل. نضغط عليه ضغطة واحدة، يفتح لنا نافذة جوجل ادسنس. وهون نتأكد بانه ارباحنا هل انخفض ام لا. ام بعض اشخاص يقول انخفض ارباحي، ان انحذف ارباحي، وراح ارباحي، وطيروا ارباحي. لا، ما في هيك شغلات. يعني كل شهر ونصف يتحول من اليوتيوب أرباحه لجوجل أدسنس. ندخل على تقارير. هون ادخل عليه أنت. إذا دخلت على صفحة جوجل أدسنس عندك، ادخل على تقارير، اللي يفتح لنا التقارير. هون تعرف إنه كيف أرباحك هو طاير أم باقي. أول ما دخلنا على هذه الصفحة، شوف صفحة التقارير، ندخل على الأيام، أعداد تقارير حسب الأيام. دخلنا عليه يفتح لنا هذه اشكال الاعلانات والايام والقنوات المخصصه. احنا كل ما ندخل على، انت ادخل على المنتجات، تضغط عليه ضغطه واحده. هذا ضغطنا عليه ضغطه واحده، ماشي. دخلنا على المنتجات، فتح لنا هذا النافذه. ننزل تحت شويه، هذا تقاريرك الشهريه واليوميه والاسبوعيه عن ارباحك، ماشي. احنا ما علينا بهذا الشيء. هسه هذا تبع اغسطس الشهر الثامن، احنا ما علينا بهذا الشيء. ندخل هون تحت، هذا يوتيوب هوست، نضغط عليه ضغطة واحدة. من هون نعرف، من هذا المكان نعرف بانه ارباحنا طايرة باقية منخفضة ام لا. هلا هذا الارباح، شايف هذا الارباح الاجمالي. احنا ندخل على هذا تبع السبعة ايام مثلا، احنا ندخل على جميع الاوقات. مثلا لازم يكون قناتك متفعل من شهر ونصف، يلا يتحول فلوسك على جوجل ادسنس. يعني ندخل على جميع الاوقات. مثلا انا عندي كل شهر مثلا متفعل قناتي الجديدة، هذا القناة متفعل. هذا الارباح الاجمالي باليورو، هذا يعني مو بالدولار. انت عندك اذا قناتك من شهر ونصف، يعني من كل 15 شهر او 11 بالشهر يتحول فلوسك كل 11 بالشهر. يعني كملت 30 يوم وتنتظر ل 11 شهر الثاني، يتحول فلوسك من اليوتيوب لجوجل ادسنس. يعني هذا طريقة بانه انت تقدر تستلم ارباحك من طريق يوستر يونين او من طريق كارد بانك او طرق كثيرة موجودة. احنا ندخل على 30 يوم. اذا انت قناتك يعني متفعل من شهرين، شهر ونصف، شهرين تقريبا او اكثر، تدخل على الشهر الاول مثلا
من أرباح قناتك وتقول طايرة طايرة طايرة. هذا 30 يوم. شوف هذا 30 يوم أنا باليورو حاطط تقريبا ما يقارب 15 دولار، ماشي، باليورو 13 ونص تقريبا. يعني باقي الأيام الأغسطس ما محولين، ومنتظر أنا بعد يومين ثلاثة يعني يكون 11 بالشهر يتحول فلوسي يتحول فلوسي من يوتيوب لجوجل ادسنس. ماشي، انت بهذا الطريقة تقدر بانه تعرف خلال 3 ايام ال 30 يوم او جميع الاوقات تخليه، او اخر 7 ايام، او هذا الشهر الاغسطس، الشهر الماضي اليوليو مثلا، اي وقت تخليه انت تعرف بانه ارباحك موجودة من اصل او منخفض. اذا بقناتك اليوتيوب تتصور بانه محذوفه وطار وكذا وكذا وكذا، لا، ادخل على جوجل ادسنس. يمكن اليوتيوب محول فلوسك لجوجل ادسنس، اليوتيوب يتحول فلوسك يحولها لجوجل ادسنس. من هون الخطوات هذا تعمل له وتشوف ارباحك باقي هون. اذا ما ظهر ارباحك بعد شهر ونصف او شهرين من اليوتيوب، فاعرف انه حول اليوتيوب للجوجل ادسنس حتى تستلمه، ولكن ما تستلمه لحد ما توصل 100 دولار او 70 يورو. ماشي، يعني هذا التقارير تحت كلها موجودة. الأيام مثلا الجمعة، السبت، اليوليو، أنت تنزل على الشهر 8 أغسطس هذا، يعني كل الأرباحك موجودة أنت يوميا وشهريا أسبوعيا، كله موجود أرباحك. ولا تخاف، بأنه كثير من الناس ما متأكدين من أرباحهم، يقول أرباحي طارت وأرباحي راحت وأرباحي كذا وأرباحي كذا، ما يفتهمون الشغلة. ولكن ادخل على جوجل ادسنس لحسابك، لان انت متفعل قناتك على جوجل ادسنس، والجوجل ادسنس يعطيك الفلوس، ماشي، عن طريق يوتيوب. انت كل ما عليك تدخل على جوجل ادسنس وتتكشف على تقاريرك، ماشي، وتدخل على يوتيوب هوست. وهذا الطريقة اللي انا عملت لك من اول الفيديو، انت بتعمل له خطوة بخطوة، ماشي. وانت اذا عملت هذا خطوة بخطوة فتأكد بأنه أنت فلوسك منخفض أو رايحة من سبب النقرات، أو أنت تدخل على قناتك تشوف فيديوهاتك، تتفرج على فيديوهاتك، أو حاط كم تليفون في البيت، أو من طريق زوجك أو من طريق أبنائك يعملوا لك مشاهدات، يدخلون على قناتك، هذا كله يضرب قناتك، وهذا ينخفض من أرباحك. ولكن إذا شفت بأنه هذا انخفاض كثير، لا تتصور بأنه هذا الانخفاض كثير كلها يعني طارت أرباحك، لا، أرباحك بعد شهر ونصف يتحول إلى جوجل أدز. كل ما عليك هو أنت بس تتأكد من أرباحك، يعني شهريا، كل شهرين، شهر ونصف، يعني اتأكد بهذه الطريقة على أرباحك، بأنه حتى تتأكد بأنه أرباحك موجود أم لا. يعني دائما لا تتصور بأنه أرباحك طارت. الأرباح ما يطير هيك بالسهولة وبسرعة، إلا ما أنت تعمل مخالفات، يعني مو مخالفة واحدة أو اثنين، يعني عدة مخالفات تعملها يلا يطير أرباحك. يعني مثلا عملت لك مشاهدة مرة بالأسبوع، الشغلة هيك يعني طلع من إيدك، أو شفت فيديو كذا، هذا ما يأثر. ولكن إذا أنت يومية تعمل مشاهدة لنفسك، هذا لا، هذا غلط غلط، ونقرات غير شرعية، ودخول على قناتك غير شرعي، وممنوع دخولك على قناتك. هذا فيديو اليوم، وعملوا هذا خطوات وأكدوا من أرباحكم اليومية والشهرية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.